يا اخي سبحان رب العالمين. من ضمن اللعيبه اللي انا ندمت ندم كبير، اقول دي واقول دي، انا واحد من الناس بطلع اعترف ان انا كنت غلطان، ان وجهه نظري في شيكابالا واحده. انا غلط وغلط وغلط كبير فشخ كمان يعني. شيكابالا طلع من انظف واسلك اللعيبه اللي انا عيني ممكن تكون شافتها. وللاسف في بعض الاحيان طول ما انت في مكان سيء، مش بتكلم على الكيان، انا بتكلم على الناس المحيطه في نادي الزمالك، الناس اللي حوالين منه، سواء كانوا اداره سواء كانوا للاسف بعض من الجماهير اللي بقوا بيحتلوا مكان كبير جدا من التالتة يمين للاسف طبعا. لازم تعمل حاجات هم عشان ترضيهم، هم عشان هو ده مكانك حاليا، هو ده، مش هينفع تهرب منه. انت والمكان اصبحتوا جزء لا يتجزأ يعني من بعض. اتفرج على شيكابالا كده اول ما اعتزل، من تصريحاته، من تحليلاته، من هدوءه، من ادبه، من الاحترام. مش هو ده شيكابالا. مش هو ده شيكابالا بجد. شوفوا امبارح هو بيتكلم يا اخي على محمد صبري، تحس ان الدنيا برضه لسه بخير. لسه بخير والله ما بهزر، لسه في ناس محترمه، لسه في ناس اهلها ربوها، لسه في ناس بيضه من جوه. والله ما بهزر. امبارح هو بيتكلم ان هو عايز ماتش خير يحصل ما بين الاهلي وما بين الزمالك، والايرادات والعائدات ترجع تروح لمكان هي محتاجاه، سواء كانوا بقى جمعيات خيريه، سواء كانوا في فلسطين، سواء كانوا في اي حته. تحس ان لا، مش هو ده شيكابالا. مش هو ده شيكابالا بجد. بس واتمنى ان حقيقي ان الحاجات شبه دي تفضل تحصل كده كتير. انا هو زي ما قلت دي زي ما قلت دي، زي ما في اشكال وسخه وضاله من جماهير الزمالك، زي ما في اشكال اوسخ واضل من جماهير الاهلي للاسف. للاسف جماهيرنا عشان النادي عندنا بيكسب كتير، عدد بطولاته كتير جدا، فعرف يلم شريحه اكبر بكتير قوي من الناس. ادي اهو يا عم، بيتكلم على بني ادم ميت، يقول كان منافق وافاق وكذاب. والله العظيم ثلاثة يا صلاح، انت اوسخ واقذر منك بني ادم انا عيني ما شافت ولا هتشوف. انت حاجة اتمنى ان انت تشوفها في ابنك وتشوفها في عيال عيالك، ان ابنك يكون منافق وحفيدك يكون افاق وكذاب. عشان انت بتتكلم على راجل مع احترامي ليك يعني انت ما تعرفش عنه اي شيء. وهفضل اجي اقولها، محدش يكلمني بالانتماء ويقول لي الانتماء ان احنا بنعيط على اللي ما، لا مفيش الكلام ده. مش الدرجات دي يعني. كلنا محابيش كوره، وكلنا في ساعه الماتش بنتحول 180 درجه، بس في حدود الكوره. ما نخرجش خارج المستطيل الاخضر زي ما بيقولوا يعني. ننتقد الكوره، ننتقد الفنيات، ننتقد اي شيء تاني، حتى انتقادك للعيب يكون في حدود الادب والاحترام. ما ينفعش تعدى على اللعيب، ما ينفعش تعدى على حرمه اللعيب، ما ينفعش تعدى على بيت اللعيب.